السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي وطلابي الغاليين، طلاب تالتة إعدادي في كل أنحاء مصر. النهاردة يا جماعة جايين لكم وهنشرح لكم الحملة الفرنسية على مصر والشام، ودرس ممتع وجميل. يلا عشان ما نضيعش وقت نبدأ ونقول بسم الله. بعد إذنك لو إن القلم ده. بص يا شباب، في البداية بيقول لك إن خد بالك إن مصر دي موقعها موقع جغرافي متميز، وعشان مصر يا جماعة موقعها موقع جغرافي متميز ده خلى كل الدول الأوروبية عينيها على مصر، طمعانة في مصر إن هي تحتل مصر يعني. يبقى ده خلى الدول الأوروبية كلها طمعانة في مصر وعايزة تحتل مصر. ولكن خد بالك بقى اللي ساعد على ده هو ضعف الدولة العثمانية. لما الدولة العثمانية يا جماعة، لما الدولة العثمانية أصبحت ضعيفة بدأ يحصل تنافس استعماري. بدأ التنافس الاستعماري يعني الخناقة على مصر ما بين مين ومين يا جماعة؟ ما بين انجلترا وفرنسا. انجلترا وفرنسا هيبدأوا يدبوا ببعض، ماشي؟ ليه؟ كل واحدة منهم عايزة مصر. طبعا التنافس ده بدأ امتى؟ في اواخر القرن ال17 واستمر طوال القرن الكام؟ ال18. وتعد الحملة الفرنسية على مصر والشام يا جماعة جزءا من هذا التنافس، والحملة الفرنسية على مصر والشام كانت جزءا من هذا التنافس. طيب حلو قوي. بص يا باشا، كل دولة وفيها سفارة، وكل سفارة فيها مثلا سفير فرنسي قاعد في مصر بيمثل الفرنسيين اللي موجودين في مصر. ايوه بيمثل الفرنسيين الموجودين في مصر. فاذا يا مستر قنصل فرنسا كان قاعد، يعني سفير فرنسا كان قاعد في مصر، واتصل بفرنسا قال لها خدي بالك ده في سوء اوضاع اقتصاديه وسوء اوضاع داخليه وسوء اوضاع سياسيه، الدنيا خربانه في مصر، وهي دي الفرصه الوحيده اللي انتوا تبعتوا فيها جيش عشان الجيش ده يجي يحتل مصر. فقال لك اهو بعت تقارير تفيد بسوء الاوضاع الداخليه، سوء الأوضاع السياسية وسوء الأوضاع الداخلية في مصر، وبيقول للحكومة الفرنسية إن هي تبعت حملة عسكرية. ليه؟ عشان تحتل مصر. لذلك قررت فرنسا قالت أنا هبعت الحملة بتاعتي عام 1798 بقيادة نابليون. فأرسلت فرنسا حملة بقيادة نابليون بونابرت. تمام؟ الحملة دي بقيادة نابليون بونابرت من أجل احتلال مصر. إيه سببها؟ رقم واحد، تعويض فرنسا لمستعمراتها التي فقدتها وإنشاء مستعمرة جديدة لها في الشرق. طيب هي كمان عايزة تقطع الطريق بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. حبيب قلبي هي عارفة ومتأكدة أدي الهند أهي، تمام؟ فهي قالت لك أنا كفرنسا لو رحت قعدت هنا كده كده إنجلترا هنا إيه؟ بتعدي كل سنة من على مصر عشان تروح لمستعمراتها في الهند، فلو أنا هنا هقطع الطريق ما بين إنجلترا ومستعمراتها فين؟ في الهند. المهم نابليون عشان ينزل مصر يا جماعة بدأ يقوم نابليون بإعداد حملته على مصر. أول حاجة قام بإيه؟ بإعداد الجيش وتجهيزه، بدأ يظبط الجيش ويعد الجيش ويجهزه. اتنين، قال لك اصطحب معه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات، يعني جمع مجموعة من العلماء في مختلف المجالات. طيب الهدف منهم ايه؟ قال لك عشان الراجل كان عايز يدرس أحوال مصر يا جماعة من جميع النواحي، وازاي يستغل موارد مصر. اذا الحمله دي ما كانتش حمله عسكريه بس، لم تكن الحمله الفرنسيه حمله عسكريه، ايوه، بدليل ان الراجل جاب معاه علماء عشان يدرسوا مصر من كل النواحي، وجاب معاه مطبعتين يا جماعه، واحده فرنسيه واحده عربيه لطبع المنشورات للاهالي، لطبع المنشورات للاهالي، لطبع المنشورات للاهالي. طيب خط سير الحمله. أبحرت الحملة يا جماعة من ميناء يدعى ميناء طولون، يعني خرجنا من ميناء طولون. ولكن يا مصر لما خرجت الحملة من ميناء طولون هي ما راحتش على طول دايركت اسكندرية، دي بدأت تروح على جزيرة اسمها جزيرة مالطا وكريت، واللي هو يعني من الآخر كده هي كانت هدفها هو تضليل الأسطول الإنجليزي. ما علينا مش عليك الكلام ده. ولكن هي راحت اسكندرية، فلما راحت اسكندرية لقت مين هناك؟ محمد قريم. تمام؟ محمد قريم عمل مقاومة اسمها مقاومة أهل الإسكندرية وتم إعدامه رميا بالرصاص.
الحمله كملت يا مستر، وصلت هنا شبرخيت، ماشي، نزلت، قال لك اهو، نزلت راحت فين يا مستر؟ ايه الحمله؟ راحت في منطقه اسمها شبرخيت، يعني عدت على الرحمنيه، بعد كده راحت شبرخيت، لقيت مين هناك؟ مراد بيك. فطبعا يا مستر حصل معركه اسمها معركه شبرخيت ما بين نابليون وما بين طبعا يا مستر مراد بيك، وطبعا هزيمه مراد بيك وانتصار نابليون، وتقهقر مراد بيك الى امبابه، يعني نزل الى امبابه للدفاع عن القاهرة، يعني هو نازل امبابة عشان يدافع عن القاهرة. مين اللي راح هنا امبابة؟ مراد بيك. بس مراد بيك بقى باشا هنا في منطقة اسمها الشام، كان في مين في الشام؟ ابراهيم بيك والولي الايه العثماني، واتصل بابراهيم بيك والولي العثماني اللي كانوا موجودين فين؟ في الشام، وقال لهم تعالوا يا جماعه، ده انا معايا حكايه، ده الفرنسيين جايين عشان يخشوا مصر. فقاموا رايحين له، بقى في مراد بيك وابراهيم بيك والولي الايه العثماني. المهم الحمله كملت يا جماعه، الحمله لما كملت راحت امبابه، وحصلت معركه امبابه، واتهزم مراد بيك، واتهزم ابراهيم بيك، وكمان الوالي ايه العثماني، واتهزموا كلهم يا جماعه، وكل واحد تقهقر. فتقهقر مراد بيك، مراد ده يبقى تقهقر الى الصعيد، وابراهيم بيك والوالي العثماني رجعوا تاني الى الايه الى الشام، ودخل نابليون القاهره دون اي قوه للدفاع عنها، يعني ما كانش في حد يقدر يدافع عن القاهره. طيب المهم بيقول لك هو ليه المماليك كانوا على طول عمالين يتهزموا؟ ليه المماليك على طول عمالين يتهزموا امام الفرنسيين؟ قال لك بسبب اعتماد المماليك على الفروسيه، لان هم كانوا بيعتمدوا على الفروسيه، بينما الفرنسيين كانوا بيستخدموا طبعا المدافع والمعدات الحديثه. يا جماعه دول حاجات بدائيه ودول حاجات حديثه. طيب زحف نابليون الى القاهره، استطاع نابليون بونابرت يا جماعه دخول القاهره اهو بعد ان امن العلماء والمشايخ طبعا اهو في الجامع الازهر على ارواحهم واموالهم، ودخل نابليون طبعا وعين حاكم على القاهره يسمى ديبوي او ديبويه. ومن هنا مصر تحصل معركه اسمها معركه ابي قير البحريه، واحد يروح يخبط على انجلترا، الحقيقه انجلترا بسرعه، ده نابليون قاعد في البحر المتوسط وكمان دخل القاهرة وانت نايمة. فقام الأسطول الإنجليزي بإرسال أسطوله، أو قامت إنجلترا بإرسال أسطولها إلى منطقة البحر الإيه المتوسط، فحصلت معركة ما بين الأسطول الإنجليزي وما بين الأسطول الإيه الفرنسي. الأسطول الإنجليزي كان بقيادة نيلسون، والأسطول الفرنسي بقيادة نابليون. طبعا تحطم الأسطول الإيه الفرنسي، وانتصار الأسطول الإيه الإنجليزي يا جماعة، وحرمت الحملة الفرنسية في مصر من إمدادات فرنسا لها. خلاص إنجلترا هي اللي مسيطرة، ففرنسا لما كانت عايزة تبعت إمدادات مش عارفة، لأن إنجلترا هي اللي مسيطرة على البحر الإيه المتوسط. القضاء على آمال فرنسا، اتقضى على آمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط برضو. قال لك مش بس كده، ده كمان تدهور التجارة الخارجية، وشعر الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل الإيه القاهرة، او انهم محاصرون داخل مصر او داخل القاهره، وتوقف حركه التجاره الايه الخارجيه. المهم بعد كده بيقول لك بقى مقاومه اهل الصعيد، هل نجحت ولا فشلت مقاومه اهل الصعيد؟ قال لك لا، فشلت مقاومه اهل الصعيد، او اخفقت القوات الفرنسيه في اخضاع اهل الصعيد. طب ليه اخفقوا في اخضاع اهل الصعيد؟ بسبب اتباع حروب المناوشات والمعارك المتفرقه التي انهكت قوه العدو نظرا لطول الوادي. يعني الوادي كان كبير جدا، الطبيعه الجغرافيه دي اسمها طبيعه جغرافيه، فالوادي كان طويل جدا، فطبعا هم كانوا بيتبعوا اسلوب القر والفر، اضرب ويجري، فده انهك قوه العدو نظرا لطول الايه الوادي. وده نتج عنه، او نتجت عن مقاومه اهل الصعيد تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي، بدا الناس يبقى عندها وعي باهميه ان الاحتلال يخرج بقى. تمام. فقال لك ما المقصود بمقاومه؟ مقاومه ان انت بترفض الاحتلال وبتدفعه خارج البلاد، يعني بتزقه بره البلد، مش عايز احتلال تاني خلاص. طيب قامت بقى ثورة القاهرة الايه الأولى. ثورة القاهرة الأولى يا جماعة مركزها الأزهر الايه الشريف. طيب أسبابها ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لك يا مستر بسبب فرض نابليون الضرائب الفادحة على المصريين. يعني ايه يا مستر؟ بدأ يفرض ضرائب كتير قوي على الناس. ومش بس كده، ده جنود الحملة كمان عملوا ايه؟ فتشوا البيوت بحثا عن الأموال، بدأوا يخشوا ياخدوا فلوس الناس،
وهدم ابواب الحارات لمطارده عناصر المقاومه، بيهدموا ابواب الحارات والدروب لمطارده عناصر المقاومه. وقال لك بداوا يدمروا كثير من المباني والاثار والمساجد بحجه ان هم عايزين يحصنوا الايه القاهره. طيب بس كده؟ قال لك لا. فالناس تسكت؟ لا. فصار الاهالي طبعا على ايه؟ على الفرنسيين، واشتدت المقاومه وامتدت الثوره الى الاقاليم المجاوره، ومسكوا حاكم القاهره ديبوي وقتلوه، او ديبويه وقتلوه. واستخدم الفرنسيون طبعا. طب الفرنسيون دورهم ايه من اللي بيحصل ده او من الثوره؟ يعني الناس لما عملت ثوره، والناس لما صارت على الفرنسيين ومسكوا حاكم القاهره قتلوه، هل كان للفرنسيين رد فعل؟ طبعا. قال لك واجهوا الثوره دي بالقمع والارهاب، وقاموا بدخولهم الجامع الازهر بخيولهم، وده اثار الشعور الديني لدى المصريين، يعني خلى المصريين يتضايقوا جدا. طب نتائجها ايه؟ قال لك من نتائجها يا مستر الا وهي اعدام الكثير من الاهالي والثوار. يعني اعدمنا الكثير من الاهالي والثوار. مش بس كده، فرض غرامات مالية على التجار والعلماء، فرضوا غرامات مالية كبيرة على التجار والعلماء. وكمان يا مستر قالوا لك ان احنا هنحصن مدينة القاهرة. القوات الفرنسية قالوا لك احنا دلوقتي هنحصن مدينة القاهرة، يعني هنأمنها. طيب بص بقى، كان في تحالف الدولة العثمانية مع كل من انجلترا وروسيا، والهدف من ده اخراج الحملة الفرنسية بالقوة العسكرية، ان هي تخرج الحملة الفرنسية بالعافية بالقوة العسكرية. طيب مصر ولتحقيق ذلك اعدوا حملتين. اول حملة هي حملة بحرية، تاني حملة هي حملة برية. الحملة البحرية تتوجه الى مصر، والحملة البرية برضه هتتوجه الى مصر. بس حملة بحرية تيجي من الشمال من البحر المتوسط عن طريق جزيرة اسمها جزيرة روتس. أما الحملة البرية تيجي من الشرق عن طريق الشام. طيب حلو قوي. ولكن يا مستر أسباب الحملة إيه؟ إن رغبة نابليون في القضاء. خد بالك، هو ليه يا مستر أصلا؟ ليه؟ إيه سبب إن نابليون؟ بص، نابليون هيسكت لهم؟ قال لك لا، نابليون ما سكت لهمش. نابليون قال لك انا هروح اواجههم قبل ما هم يجوا لي، فعمل حملته على الشام. فبسأل هو ليه الراجل عمل حملة على الشام؟ قال لك لان رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم من الشام قبل ان يصل الى مصر. يعني الراجل عايز يعمل هو الحملة الاستباقية، هو اللي يروح لهم ما يستناهمش هم اللي يجوا. طيب المهم يا جماعه، خط سير الحمله ايه؟ فخرج الراجل من القاهره، تمام، اهو دخل العريش ودخل غزه وراح حاصر يافا حصارا شديدا. وطبعا قال للناس سيبوني نعدي، او سيبونا نعدي، احنا مش هنضركم في حاجه، احنا بنأمنكم على ارواحكم وممتلكاتكم. ففتحوا له البيبان ودخل عمل مذبحه اسمها مذبحه يافا البشريه. كان من نتائج مذبحه يافا ان اهالي عكا شافوا اللي حصل فين؟ في يافا. فلما شافوا اللي حصل في يافا قالوا لك لا يمكن ان احنا نآمن لنابليون. الناس اهو في يافا فتحوا له البيبان فدخل دبحهم كلهم، احنا لا يمكن نعمل له. وراح يا مستر حاصر عكا حصارا شديدا، ولكن ما قدرش يحاصرها من ناحيه الميه لان الاسطول الانجليزي كان موجود فين؟ في الميه. طب هل نجح ولا فشل في دخول عكا؟ قال لك فشل. ليه؟ بسبب استبسال اهالي عكا بقياده احمد باشا الجزار. احمد باشا الجزار ده كان قائد قوي، قال لهم يا جماعه احنا كده كده ميتين، فنموت بشرفنا احسن ما يدخل هو يدبحنا زي ما عمل في يافا. فاستبسال اهالي عكا بقياده احمد باشا الجزار. وكمان الاسطول الانجليزي ساعد اهالي عكا بالمؤن والايه والذخائر. كمان عكا كانت تتميز بقوه اسوارها. بقوه ايه؟ اسوارها. المهم يا جماعه، لما فشل رجع تاني القاهره، فعرف ان في حمله جايه له من الناحيه البريه. وصلت لأبي قير البرية. وصلت ليه؟ لأبي قير البرية. كانت بقيادة مين؟ الدولة العثمانية. فراح يا جماعة طبعا هزم الدولة الايه؟ العثمانية. حصل معركة أبي قير البرية وهزم الدولة الايه؟ العثمانية. طيب نتائج الحملة الفرنسية على الشام. فشلت الحملة الفرنسية على الشام لعدم دخولها عكا، واضطر نابليون للعودة إلى إيه؟ إلى مصر. أثناء عودة نابليون من الشام إلى مصر يا مستر، قال لك أهو معركة أبي قير البرية. حصلت معركة أبي قير البرية ما بين الفرنسيين وما بين العثمانيين، وهزيمة القوات الإيه؟ العثمانية.
طيب كلام جميل. معركة أبوكير البرية بعديها على طول، أثناء معركة أبوكير البرية قرر نابليون العودة إلى فرنسا سرا، إن هو يرجع سرا لأن هو دخل حروب كتير وفقد جيش كتير، فقال لك أنا هرجع سرا بسبب تحالف الدول الأوروبية. الدول الأوروبية اتحالفت ضد فرنسا وعمالين يضربوا فرنسا، فلما قال لفرنسا يا فرنسا ابعتي لي إمدادات، فرنسا قالت له للأسف معيش إمدادات لأن أنا مشغولة في حروب، هم متحالفين ضدي فمش فايقه دلوقتي ابعت لك حاجه. فقال لك لا خلاص بقى انا هسيب الامور بتاعه الحمله لكليبر اللي هو النائب بتاعي. المهم كليبر بقى كان من انصار ان هو يمشي، مش حابب يقعد، لان لما كليبر مسك لقى استحاله بقاء الحمله الفرنسيه في مصر بسبب تناقص عدد الجيش وعوده المماليك للمقاومه، وكمان الدوله العثمانيه بدات تبعت حملات جديده وثورات المصريين المتكرره، ان المصريين كل شويه يعملوا ايه ثوره. تمام. وقال لك مش بس كده، انضمام قوى من شبه الجزيره العربيه الى المقاومه وعوده المماليك للمقاومه وارسال الدوله العثمانيه حملات جديده، ثورات مصريين متكرره. فقال لك لا يمكن ان احنا نقعد، انا لازم اعمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش عشان امشي. وفعلا عمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه العريش. اتفاقيه العريش كانت ما بين الفرنسيين والعثمانيين، والفرنسيين كانوا بيطلبوا من العثمانيين ان هم يخرجوا على نفقه الدوله العثمانيه، يعني بفلوس السلطان العثماني. ولكن تدخلت انجلترا وقالت، الحكومه البريطانيه يعني تدخلت وقالت ان هم يخرجوا كاسرى حرب لان هم ضعاف دلوقتي. فطبعا الدوله العثمانيه قالت لكليبر سلم نفسك كاسرى حرب. كليبر رفض طبعا، ازاي انا تقولوا لي سلم نفسك كاسرى حرب؟ فضرب العثمانيين اللي دخلوا القاهره ورجعهم متقهقرين الى الشام. هو ايه سبب المعاهده؟ ان كليبر ادرك استحاله بقاء الحمله في مصر. طب شروطها ان الفرنسيين يخرجوا على نفقه الدوله العثمانيه. طب نتائجها طبعا فشلت، ما نجحتش بسبب تدخل مين؟ الحكومه البريطانيه، وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. فرفض كليبر، وهاجم كليبر القوات العثمانيه بعد ان سمح بدخولها القاهره واعادها متقهقره الى الشام مره اخرى. طيب ثورة القاهرة الثانية بقى، قال لك مركزها ايه؟ قال لك مركزها حي بولاق. احدثها طبعا كان مين يا مصر؟ قال لك تزعمها عمر مكرم اللي هو نقيب الاشراف، وقامت الثورة من حي بولاق. طبعا يا مصر الفرنسيين هيعملوا ايه؟ قدروا ان هم يخمدوا القوات الفرنسية الثورة دي يا مصر ودمروا حي بولاق. وطبعا فرضوا ضرائب وصدروا الاموال، يعني فرضوا ضرائب كتير جدا وصدروا الاموال يعني خدوا الاموال. مقتل كليبر. كليبر يا مصر تم قتله على يد واحد اسمه سليمان الحلبي، وده كان من احد طلاب الازهر الشريف. فيجي بعده يا مستر مينو. مينو مسك بعد كليبر، ومينو كان من انصار البقاء، كان ينوي الاقامه في مصر، عايز يحول مصر الى مستعمره فرنسيه، وعمل خطه اصلاحيه في كل المجالات، زراعه وصناعه وتجاره وصحه وقضاء. وقال لك بقى جلاء الحمله الفرنسيه. انجلترا بعتت اسطول حربي انضم اليه جيش عثماني، وقدروا ان هم يخرجوا الحمله الفرنسيه عام 1801، واستسلمت الحمله الفرنسيه وغادرت من مصر. وكلمه جلاء اي رحيل القوات بتاعه الاحتلال عن البلد المحتل، رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. وتم جلاء الحمله الفرنسيه عام 1801. طب هي ايه نتائج الحمله الفرنسيه على مصر؟ من نتائج الحملة الفرنسية على مصر يا مستر ألا وهي إن نابليون اصطحب معاه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات، وتركت الحملة نتائج بعيدة المدى. واحد، نمو الروح القومية لدى المصريين، طبعا حيث تمسك المصريين بحقهم في الحرية واختيار من يحكمهم. يعني المصريين بدأوا يفوقوا، يقول لك لا احنا من حقنا ان احنا نختار الناس اللي هي تبقى بتحكمنا اصلا. طيب توجيه انظار دول اوروبا طبعا لاهميه موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي، ان الدول كلها بدات تعرف قد ايه موقع مصر ده موقع مهم وكمان موقع استراتيجي. تنظيم امور الحكم والاداره، حيث قاموا بانشاء الديوان العام وديوان الاقاليم وكمان ديوان القاهره يا جماعه. والهدف من ده هو تدريب الاهالي وتدريب الاعيان على نظام مجالس الشورى، من حيث ان احنا نستشيرهم ونتلقي الاراء فيما يعود بالنفع على على المصريين في كل المجالات. طيب علماء الحملة، العلماء بتوع الحملة عملوا ايه؟ قال لك دراسة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وكمان إنشاء المجمع العلمي المصري. عملوا المجمع العلمي وعايزين يشقوا قناة تربط البحر الأحمر والبحر المتوسط. وألفوا كتاب وصف مصر، وده أول موسوعة بتتكلم عن مصر.
واكتشاف حجر رشيدة مصر وترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم، لان شامبليون قدر ان هو يفك رموز حجر رشيد، مما ادى الى ان احنا بقينا عارفين نقرا الكتابه المصريه القديمه. وبكده يبقى احنا خلصنا يا جماعه درس الحمله الفرنسيه. اتمنى ان انت تكون فهمت كده وظبطنا لك الدنيا في الحمله الفرنسيه. وذاكر يا وحش واجتهد واتعب عشان تجيب مجموع كويس. يا رب تكون موفق ان شاء الله في ثالثه اعدادي. اتمنى يكون الفيديو عجبك. اعمل اعجاب، ما تبخلش علينا، وسبسكرايب وشير الفيديو لبقيه اصحابك عشان الكل يستفيد. ويا ريت تكتب لنا رايك تحت في التعليقات او في الكومنتات. واشوفكم على خير. اخوكم مستر مجدي احمد. سلام.